تعالوا نحول الكرنبيطة الحلوة دي لأكلة شتوية صحية جميلة جدا. وكل الناس اللي ما بتاكلش الكرنبيط هتاكل الكرنبيط بالطريقة الجميلة دي. طريقة صحية جدا بدون دقيق، مش هنحط فيها أي نوع دقيق، وهنعملها وسهلة جدا ولذيذة. والطريقة اللي احنا هنعملها بيها دي هتخلي أطفالك ياكلوها كمان، ومش هيحسوا خالص إنها فيها كرنبيط. انسي بقى آلية الكرنبيط دي خالص. كرنبيط بقى او ارنبيط ايا كان بتقوليها ازاي، المهم ناكل كرنبيط ونستطعم بيه ويبقى طعمه جميل وصحي وولادنا كمان ياكلوه. تعالوا الاول ناخد شوية حسنات ونصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. بسم الله. هنجيب بقى الكرنبيطة كده عندنا ونقطعها حتت صغننة. الكرنبيطة الحلوة هي اللي بتكون الزهرة بتاعتها متماسكة كده مع بعض، مش مفرغة، ولونها بيبقى أبيض كده جميل وحلو. على النار عندي هنا حلة كبيرة فيها مية بتغلي، وهننزل فيها بشوية ملح وشوية كمون. وأهم حاجة الكمون في المية اللي بتغلي، لأن الكرنبيط ده بيعشق حاجة اسمها كمون. فكمون يعني كرنبيط، وكرنبيط يعني كمون، حتى الاتنين بيبدأوا اسمهم بحرف الكاف، فما تنسيهمش بقى. هننزل بقى بالكرنبيط كله مع بعض كده في المية، وهنسيبه لحد لما المية ترجع تغلي تاني. خدي بالك ان الكرنبيط مش بياخد وقت في السوى، يعني من 7 ل10 دقايق هتلاقيه استوى. وعلامة التسوية هو انك اول لما تقطعيه بايديكي كده هتلاقيه اتقطعت معاكي بكل سهولة. في الوقت ده هتبتدي تخرجيه من المية السخنة المغلية دي وتنزلي بيه في مية ساقعة. ليه؟ علشان نوقف السلق. لانك لو طلعتيه وسبتيه سخن كده زي ما هو وحطيتيه في مصفى، هيبتدي يكمل التسوية بتاعته ويتهري معاكي ويبقى مهري كده خالص ويبقى مش كويس. لا، اهم حاجة انك تطلعيه في مية ساقعة. بعد لما طلعت الكرنبيط في مية ساقعة وصفيته كويس في المصفى، هبتدي بقى ان انا اقطعه كده حتت صغيرة خالص. تقدري تستخدمي الكبة في تقطيعه، وده علشان احنا بيبقى عندنا ناس لما بنيجي نعمل الكرنبيط بياكلوا الحتة اللي فوق اللي هي الزهرة ويسيبوا العنقود. لا، احنا هنضيع عليهم الفرصة دي ونخرط كله مع بعضه، الزهرة اللي فوق دي مع العنقود بتاع الكرنبيط، فمش هيحسوا بيه خالص وهيتاكل كله مرة واحدة. هنخرطه كده ناعم شوية، وبعد كده هنبتدي بقى نشوف هنعمل ايه. عندي هنا طاسة على النار هسخنها كويس، والنار تكون متوسطة. هنزل عليها بمعلقتين كبار من زيت الزيتون، وهننزل بعد كده ب3 حبات كوسة متقطعة مكعبات وجزراية كبيرة مبشورة. وهنبتدي نشوح بقى الخضار ده مع بعضه. انا هدفي ان انا اسوي الكوسة الاول، علشان طبعا يعني هي اكتر حاجة في الخضار هتبقى نية معايا، فلازم تستوي كويس. رشة ملح وفلفل اسمر على الكوسة والجزر، وهنبتدي نشوح الخضار اللي عندنا كويس، والنار تبقى متوسطة متبقاش عالية. واهم حاجة في خطوة تسوية الكوسة والجزر ان احنا نغطي الطاسة واحنا بنسويهم، وده علشان هي هتستوي في المية اللي هتنزل منها. مية الخضار اللي هتنزل هي اللي هتسويها، انا مش هحط مية من بره. بعد 10 دقايق كده هنبتدي نختبر الكوسة اللي عندنا، هنلاقيها انها ابتدت تدخل في السوا معايا، ودي تمام كده. هنبتدي بقى ننزل بباقي المكونات اللي عندنا. عندي هنا فلفل الوان، يعني فلفلية حمرا فلفلية صفرا، عندك نوع واحد بس استخدميه، مش لازم تتقيدي بكل الالوان. وعندي كمان بصلاية كبيرة مفرومة. تقدري تستخدمي قرن فلفل حامي كمان، ولكن لو عندك اولاد صغيرين خدي بالك من الفلفل الحامي في الاكل. هننزل كمان ب4 فصوص كبار من الثوم المفروم، وده هيدي ريحة جامدة قوي قوي للصينية بتاعتنا. هنبتدي بقى نبهر الخضار اللي عندنا وهو بيستوي كده وبيتشوح على نار هادية. هنبهر بفلفل اسمر وملح وكمون، طبعا الكمون ده شيء اساسي في الوصفة بتاعتنا، وبابريكا. يعني تقدري تستغني عن البابريكا بس ما تقدريش تستغني عن الكمون. هنشوح الخضار بتاعنا كويس قوي، واول لما نتأكد كده انه كله الخضار استوى، انا مش عايزة الخضار يتهري، انا عايزاه يدخل في السوا بس. هننزل بقى
بمكون حلو قوي وهو الطماطم. دي طماطمتين كبار انا قطعتهم مكعبات صغيرة علشان انزلهم بقى يدوا طعم وتست عالي قوي للوصفة بتاعتي. هننزل بقى بالكرنبيت اللي احنا خرطناه ده علشان ياخد بقى تشويحة حلوة قوي مع باقي الخضار على النار. الطريقة دي حلوة جدا، انك بتشوحي الكرنبيت مع الخضار، كله بيمتزج مع بعضه، وكله يعني بياخد من طعم بعضه كده، الخضار من الكرنبيت، عشان ايه كله يضيع في بعضه وما تبانش يعني طعم اي حاجة مميزة في الصينية. هنسيب بقى المقدار بتاعنا ده يبرد بعد لما طفينا على النار، وتعالوا نجيب 4 بيضات، لان انا هعمل صينية كبيرة. 4 بيضات وكوباية من اللبن الحليب، ورشة بقى فلفل اسمر، ورشة بابريكا، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر علشان يخليلي الصينية هشة معايا. وهنبتدي نقلب كل المكونات دي مع بعض كده، ونظبط الملح طبعا بتاعنا. بعد ما قلبنا كويس هنضيف اخر بقى حاجة، وهي كمية من الخضرة كده. عندك بقدونس على كزبرة على شبت، ال3 دول اللي هو خضرة المحشي يعني. هنبتدي نقطعهم كده، وخدي الاوراق بس بتاعتهم ونضيفهم للخليط بتاعنا. هنجيب بقى صينية فرن قالب بايركس. بس لو هتجيبي صينية ألومنيوم بطنيها كويس. حطي كمية زيت وفيرة يعني علشان الصينية متلزقش معاكي. وهننزل بقى بالخليط بتاعنا ونسيبه يبرد شوية. طبعا انا سبته يبرد شوية، وبعد كده هبتدي اضيف عليه بقية المكونات بتاعتنا. وشايفين انا لما سبت الخضرة للاخر ما سبتهاش تتشوح على النار، شايفين محتفظة بلونها جميل ازاي. والريحة بقى ما اقولكوش، ريحة تحفة، بقدونس مع كزبرة مع شبت، ما شاء الله يعني. هندخلها الفرن بقى على درجة حرارة 200، ونطلعها نسيبها شوية كده تهدى، ما نقطعهاش على طول علشان لما نيجي نقطعها تطلع معانا قطع حلوة قوي. يعني انا سبتها كده، اول لما الصينية دفيت كده وبقت دافية معايا ابتديت اقطعها. واحلى صينية كرنبيت هتاكليها تنفع في انظمة الدايت والرجيم بدون دقيق، كلها مليانة خضار، تقدري تاكلي الصينية كلها لو حبيتي، ولادك كمان هياكلوها مش هيحسوا ان فيها كوسة وفيها ولا فيها اي حاجة، جميلة ولذيذة جدا جدا. لو عجبتك الفكرة لايك وسبسكرايب لصنع في المطبخ مع أميرة الطاهر. شكرا للمشاهدة.